سونيك منتخب مصر يفوز بشق الانفس بنطلع الروح عشان نعرف نكسب زيمبابوي بثنائيه مقابل هدف. تحس ان احنا اول مره نلعب كره من سنين، تحس ان الدوري بتاعنا واقف فاهم ومفيش عندنا لعيبه، وبنلعب في الدوري الموزمبيقي عشان اللعيبه بس تبقى بتلعب كوره، وجينا بقى افريقيا عشان نلعب. يلا يا جماعه يلا كلنا نلعب مع بعض. ايه القرف ده؟ سيبك من الفوز، المهم ان انت خدت هي البطولات المجمعه كده، ان انت تاخد الثلاث نقط وتجري، مش مهم الاداء. ولكن انت حتى ما جيتش جنب كلمه الاداء. مش هقول لك يا عم قدم لي تيكي تاكا واعمل لي اوفرلود والعب لي الناحيه الثانيه، مش هقول لك الكلام ده كله. انا عايز اشوفك بتلعب كوره. انما ليه كل حاجه لونج بول يا حبيبي؟ انت ليه حسسني ان احنا عندنا دان بيرن مدافع نيوكاسل هو المهاجم بتاعنا مثلا؟ طبعا قبل القرف اللي حسام حسن عمله انه يطلع امام عاشور وينزل مصطفى محمد، او قبل كل ده اصلا انه ما يلعبش مصطفى محمد اساسا، دي لوحدها مصيبه سودة. يعني كله كان مش عارف الناس كانت مبسوطه ليه قبل الماتش. يعني التشكيله كلها حلوه، بس ان انت ما عندكش مهاجم دي مصيبه. بتلعب من غير مهاجم دي كارثه. معتمد ان مرموش هو الاسترايكر بتاعك دي اكرس، اللي هي جمع كارثه يعني. فانت مبوظ كل حاجه قدام. ولما جيت تصلح قلنا يا سلام هيصلح وهينزل مصطفى محمد في الدقيقه 30 والراجل ما بيخافش ومش بيخاف من كلام الناس، راح مطلع لي امام عاشور. ازاي؟